هل كارت من سنة 2017 يقدر يشغل ألعاب في 2026؟ النهارده معانا واحد من أشهر الكروت اللي كسرت الدنيا زمان، وزي ما باين في عنوان الفيديو كده اللي هو جي تي اكس 1070 تي اي. هل لسه يستاهل ولا خلاص بقى من الماضي؟ خلينا نحلل كل حاجة في الكارت ده من بداية تصميم والأداء والتبريد ونشوف أداؤه الحقيقي في الألعاب. فيلا بينا نبدأ. طيب وأول حاجة نبدأ بيها هو تصميم الكارت، بديهيات جدًا أوي، تصميم الكارت هنا كلاسيك جدًا يا جماعة، الكارت شكله وخامات حاجة محترمة جدًا، 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 حتى كمان بييجي باللون اللي أنا بافضّله جدًا أوي اللي هو بيكون أحمر والأسود، شكله جميل، الكارت حتى كمان بييجي بمروحتين، مش ضخم جدًا ومش صغير، طوله حوالي من 26 ل30 سنتي على حسب النسخ، على عكس طبعًا النسخ اللي هي بتكون جاية من Founder Edition اللي هي بتكون جاية بمروحة واحدة وصباح الفل على التبريد وصباح الفل بقى على درجات الحرارة، لكن شركات زي MSI وASUS بتقدم تصميمات من 2 ل3 مراوح. الخلاصه بالنسبه لي في كارت زي ده كتصميم هايل جدا لو انت بتدور على حاجه شكلها شيك، على حاجه كمان ما يبقاش حجمها كبير قوي في كيسه لو انت الكيسه عندك صغيره، وكمان ما تشيلش هم التبريد لو انت خايف مثلا ان انت تحشره مثلا في حاجه فالتبريد بتاعه يكون سيء. فانا شايف ان تصميم كارت وان هو يكون بمروحتين وان هو كارت زي ده انا شايف ان هو هيكون ممتاز جدا قوي معاك. طيب خلينا بقى نروح بقى للنقطه اللي هي بتكون مهمه جدا قوي لكل الناس ولاغلب الناس، هل اداؤه والحاجه اللي بيجي بيها كانكودر كذاكره الحاجات دي كلها هل هي لسه ممتازه ولا لا؟ طيب خلينا نبص كده معانا مقارنه ما بين الجي تي اكس 1070 والجي تي اكس 1080 نحطهم كده معايا. اولا هو بيجوا بالجي بي 104 جي بي يو، الكور بتاعتهم اولا هو بيجي في النص ما بينهم، بيجي ب 2432 وعلى البوست كلوك بيوصل لحد 1683 وعلى الميموري هم كلهم 8 جيجا من نوع جي دي دي ار 5 ولكن اللي هو ال 1080 هو الوحيد بس اللي بيجي بجي دي دي ار 5 اكس. طيب بنستنتج ايه بقى من عدد الانويه وتردد والذكاء ووجهه الذاكره وسرعه الميموري والباندويدز وكل الحاجات دي كلها؟ انه في الاخر سلاك الطاقه بتاعه اصلا 180 ده في عز الضغط، وبياخد كمان منفذ 8 بن يعني 6 او تقريبا يعني 6 في 8 او 8 في 6 حاجه زي كده، ودايركت اكس 12 بيدعمه بشكل كامل. كارت مبني على معماريه باسكال بدقه تصنيع 16 نانو ودي اللي كان بيخليه اقوى جدا في الفتره بتاعته. طيب على عكس بقى النقطه اللي احنا بقى عديناها دي من شويه اللي هي مواصفات الكارت وكل حاجه عن الكارت، طب نظام التبريد بقى ماشي هنا ازاي يا عم ميزي؟ طيب نظام التبريد هنا بيعتمد على النسخه اللي بتكون معايا، ولكن النسخ اللي بتكون فاوندر اديشن التبريد بتاعها بيكون سيء جدا، زائد كمان ان الحراره بتاعتها بتكون برضو سيئه جدا. فانت دايما خليك في النسخ الاحترافيه زي الاسوس ام اس اي زوتك اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. النسخ اللي بتيجي بمروحتين لثلاثه، هيت بايب كويسه، تبريد قوي بفرق كبير جدا قوي عن الفاوندر اديشن، وما يغركش حتى كمان الفاوندر اديشن لو لقيته بفرق 1000 ونص 2000 جنيه اي نعم هتلاقي الفرق ده وما تستخسرش الفرق ده، لان الفرق ده انت بتدفعه في حراره كبيره جدا قوي في الكارت بتاعك. غير كده كمان التبريد هتسمع صوت دبابه شغاله في الكيسه، فانت ما تستخسرش الفرق ده وروح هات لك حاجه على الاقل تكون نسخه احترافيه بحيث انها تكون احسن معاك بكتير. طيب بصراحه لو معاك نسخه جيمنج او الستريكس او اللي بتكون من اسوس او اللي هي من ام اس اي او اي حاجه من الحاجات دي فانت في الامان، لكن النسخ القياسيه اللي هي زي الفاوندر اديشن صوتها عالي حبتين 3 4 5، فنصيحه مني بلاش. طيب خلينا بقى ننتقل دلوقتي بقى للجزء اللي هو المهم جدا قوي اللي احنا كلنا داخلين نتفرج على الفيديو ده علشان هو اداؤه في الالعاب، وهنا اهم نقطه الكارت ده كان هاي اند زمان ودلوقتي يعتبر متوسط قوي، يعني لدي على 1080 بي الترا سيتنج في اغلب الالعاب 60 اف في اس بسهوله جدا قوي. 2K تقول لي انت مجنون 2K على كارت من 2017؟ هاي سيتنج كويس جدا هيجيب معاك من 40 ل 60 فريم، لكن ما تشتحش قوي يعني ما تروحش ل 4K عشان ده صعب جدا قوي انك تشغله على 4K. وفي الالعاب الحديثه وتقيله هتضطر تنزل الاعدادات شويه، برده ما فيش دعم للدي ال اس اس لان الكارت قديم، لكن بشكل عام لسه بلايبل جدا لحد دلوقتي. فنصيحه من لو انت بتجيب الكارت ده علشان الالعاب، لو انت بتلعب العاب اف في اس كومبيتيتيف، بتلعب العاب تريبل اي، بتلعب اي حاجه من الحاجات ستوري، اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، الكارت ده ممتاز جدا قوي، وده بسبب ان الكارت قريب جدا او من مواصفات ال 1080 ولكن تاخد سعر اقل من ال 1080، بلس كمان ان الكارت استهلاك الطاقه بتاعه مش كبير، بلس كمان ان انت بتدفع حاجه هاي اند في نسخه هاي اند بتاخد اداء وكده كور، يعني مواصفاته بتكون احسن بكتير من نسخ الفاوندر اديشن. فانت من ناحيه الالعاب ومن ناحيه الجرافيك ومن ناحيه الحاجات دي كلها بسبب 8 جيجا
فرام يعني انت مستريح، يعني انت هتكون مبسوط بجد مع الكارت ده. خلينا بقى المره دي ننتقل لجزء تاني خالص، والجزء ده بيعتمد على درجات الحراره والاداء. طيب الاستهلاك الطبيعي اللي هو الايديا، الحراره بيكون في الخمول يعني ما بين الاربعينات للخمسينات، اللي هو كارت طبعا قديم، فانت بنسبه كبيره قوي هتلاقي اللي هو كان معاه الكارت ده، هتلاقيه الكارت ده كان مش مغير له مثلا او مغيره له بس من فتره طويله قوي، فانت هتلاقيه في الفرق ده. ولكن في الاستخدام الطبيعي في الجيمز او في اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، الكارت ده مش هيعدي منك ال70. هتقول ال70 ما هو كتير، لا ال70 انت لسه في درجه الامان. طيب النسخ اللي هي بتكون فاوندر اديشن، لا دي من 70 ل 80، ده طبيعي بقى بتاعها. لكن النسخ الاحترافيه دايما ما بتكون ما بين اقصى حاجه بالنسبه لها ال70، يعني من 60 ل 70. خلينا بس في الفرق اللي ال 10% دول. طيب بالنسبه للضوضاء بصراحه النسخ اللي هي الفاوندر اديشن هي ما كانتش متوفره قوي يعني. انا بس كنت واخدها بس شكلها بايظه اصلا ف في تصوير، ولكن هي مش موجوده معايا ان انا اعمل لها تيست على الصوت بتاعها وكده. ولكن الصوت بتاعها عالي جدا، ده من الفيدباك بتاع الشخص اللي كان معاه الكارت ده. طيب النسخ الثانيه اللي هي زي اللي معانا كده مثلا، لا النسخ زي ما انت هتسمع كده هاديه جدا على الايدا وعلى اللود، هتلاقي الصوت تقريبا شبه مش موجود، يعني تبريد معقول جدا ممتاز لحد ما برضه على الكارت يعني في السن ده، يعني ان هو يبقى من 2017 لحد 26 انت بتتكلم في حاجه زي كده. لكن مش من الافضل ان انت تروح تقارنه مثلا بمعايير النهارده، ما تجيبش مثلا كارت حديث نازل وتقارنه تقول اصل ده صوته اعلى من ده، فلا. زي ما انتم سمعتوا كده الصوت ممتاز جدا قوي. طيب يعني هل بقى كل المواصفات الحلوه دي كلها واداؤه في الالعاب والتصميم والتبريد والحبشتكنات دي كلها، هل ما فيش اي عيوب فيه خالص كده في الكارت ده؟ لا طبعا في عيوب. اولا عيوب فيه اللي هو ما بيدعمش نفس الكروت الحديثه زي الري تريسنج ولا الدي ال اس اس. استهلاك طاقه عالي نسبيا، يعني في كروت طبعا بتسحب اقل بكتير من ال 180 واط. طيب بالنسبه للاداء، الاداء بيضعف شويه في الالعاب اللي هي تريبل اي الجديده. طيب يعني هتراعي جدا قوي حاجه زي السيتنج، هتقلل حاجات كتير جدا قوي زي الشادو زي التكتشرز، مع ان عندك في رام كويس، ولكن انت لازم تقلله بسبب ان انت تستفيد بالفريمات تكون كويسه معاك. ولاحظ كمان النسخه دي قديمه، فصوت هتلاقي في نسخ عن نسخ بتفرق قوي في صوتها وصوت المراوح بالذات. وكمان لاحظ جدا ان الكارت ده هاي اند بس من الجيل القديم، فانت تاخد كارت اي نعم سعره هيكون كويس، هتلاقيه منتشر جدا في سوق المستعمل. ولكن انا نصيحه مني، حاول انت لما بتيجي مثلا تور كارت زي كده، حاول انت تجيبه وانت متاكد مليون في الميه ان الكارت ده لقطه. هل الكارت ده يستاهل في 2026؟ لو معاك بالفعل كفايه جدا لحد ال 1080 بي. طيب لو لقيته بسعر رخيص صفقه ممتازه. وطبعا في النهايه الكارت جي تي اكس 1070 تي اي كان وحش زمان، ودلوقتي لسه قادر يثبت نفسه لكن بشروط. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وقول لي في الكومنت ايه اقوى كارت استخدمته في حياتك، وهل الكارت ده لو هو معاك فانت تنصح بيه للناس ولا شايف انه هيكون له عيوب كتير. يلا اشوفكم في فيديو جاي، سلام.